اليمن. اخواتنا اليمنيين زعلانين ليه؟ انا اللي اعرفه ان مرتباتكم حلوه قوي يعني بالصلاه على النبي، ومعايا دراسه من مجله امريكيه عن متوسط الرواتب في الدول العربيه، واغلب دول العالم بتقول كده اهي. استنوا، فين اليمن؟ فين هتيجي اهي، استنوا. لا ادي لبنان. ايه ده؟ ما شاء الله، لبنان في مركز متقدم قوي، في المركز 47 تقريبا. الحكومه اللبنانيه فاكره كل ما الرقم يزيد كل ما يقبضوا اكتر. هو الرقم ده صح يا شباب؟ فلسطين المحتله ترتيبها قبل المغرب وكم دوله عربيه تانية؟ معقوله؟ تاثير الاحتلال على الدول اقل من الحكومات؟ احنا اللي جابنا هنا بس. معلش بدور على اليمن، انا خايف تكون اليمن في اخر التصنيف. وقال لي وريني كده اخر التصنيف يا جماعه. الله اكبر عليك يا بلد مصر، حبيبه قلبي، منوره اخر القايمه بعد الفهرس حتى. دايما كده مشرفانا يا مصر. غالبا فاكرينها جمعيه عشان كده حطينا نفسنا في الاخر. ايوه انا عارف شغل المصريين ده. تضحك على ايه يا سوري؟ سوريا بره التصنيف اصلا. قوم نادى على الليبي وابن اخوه البورسعيدي واشتغلوا نفسكم شويه عشان يعرف نفسه مصر على المركز الاخير. يلا يا جدعان، فين اليمن يا جدعان؟ ايه ده؟ بره التصنيف؟ معقوله؟ لا كذب. انا مش مصدق الدراسه ديت يا جماعه. ده منطقه صنعاء اللي مسيطر عليها الحوثيين، بيقولوا ان الرواتب مش قليله ولا حاجه. مفيش رواتب اصلا. اصل من وقت سيطره الحوثيين على صنعاء وهم بقالهم 7 سنين بيحاولوا يغيروا في شكل الدوله، مش عشان تبقى انهض ولا اقوى، لا، عشان تبقى على مقاسهم لوحدهم، ماشيين بمقوله المختلف في الراي يمسك القنبله ديت، وربنا هيجيب خلاف سياسي ونحلها بالدم يا ابن عمي. اصل الحوثيين بيضحوا بكل حاجه عشان يفرضوا سيطرتهم، لحد ما فشلهم طار رواتب الموظفين اللي بقالهم فتره محدش اصلا منهم بيقبض. انا اصلا عندي احساس ان الراجل ده يا عبد الملك كان بينده عليه عشان عايز يقبض، والموظفين هناك كانوا فاكرين ان مشكله عدم صرف الرواتب ديت مساله وقت وهياخدوا مستحقاتهم ان شاء الله. وفي عز الازمه ديت كل موظف لقى مديره بيندهله، قالوا الحمد لله يا جدعان اخيرا هنقبض. نقول يا عم القلم ده عشان امضي على الشيك، بس ما لقوش ده اللي مستنيهم، لقوا نفسهم بيمضوا على قرار بعنوان مدونه السلوك الوظيفي واخلاقيات العمل في وحدات الخدمه الاجتماعيه، اللي هو عقبال ما الموظف يقرا الاسم بتاع المدونه يكون طلع على المعاش اصلا. مدونه مليانه شروط وتعليمات مطلوب منهم يمضوا عليها، وملخصها بيقول انها تمنع الموظف انه حتى يشتكي او يعترض على منع المرتبات في صنعاء، واللي هيخالف هيبقى فيه اجراءات تاديبيه وخصومات من مرتب مش موجود اصلا. قال لك مش مشكله يا عم، هنقبضك بالسالب، او بمعنى اصح شوف لك شغلانه تانية عشان توصل رصيدك للصفر. بصراحه انا صعبان عليا الموظفين اليمنيين اللي بقوا محتاجين محامين يفهموهم وضعهم القانوني. بس ما تقلقوش، دلوقتي انا هساعدكم عشان نفهم المدونه ديت مع بعض، وهنستعين بكل الخبراء عشان نفهم غرضها الحقيقي. مدونة السلوك الوظيفي هي مراجعة أخلاقيات العمل في الوحدة العامة. جاءت مدونة السلوك الوظيفي للتأكيد بأن صدور قرارها لم يكن ديكوريا، وبالتالي فإنها نافذة، وعدم الاتباع لتفاصيلها ولتعليمها مجرم بحسب ما جاء في قانون إصدارها. من استطاع أن يستوعب هذا الكلام استطاع، أما لم القادم هيخليه يضرب راسه ويستوعبه. لا معلش يا جماعه، اصل انا معرفش استوعب المدونه. غالبا الوحيد اللي استوعبها كان الراجل ده. يا فندم مش شرط الطريقه اللي انت استوعبت بيها المدونه غيرك يستوعبها بنفس الطريقه. لا بجد اسالوا عم الحاج ده، ناقص يقول انا مش عايز اوريكم راسي بعد ما استوعبت المدونه. ده اللي يفهم المدونه ديت المفروض ياخد حزام اسود او كاب اسود بقى، يعني عشان نغطي اللي احنا شايفينه ده. معلش يعني الموظف اليمني يضرب راسه في الحيطه ليه يعني؟ ده شويه شروط وكله فاهمها. يعني بعد اذن القادم يعني في ناس رافضه المدونه وعندها اسباب منطقيه. يضرب راسه ويستوعبه. برضه هي المشكله بس لو ضربت راسك في الحيطه وقمت فاقد الذاكره، تروح تاني يوم للمدير يقول لك ها مضيت المذكره بتاعت الحوثيين ولا لسه؟ تقول له ايه ده؟ هم الحوثيين وصلوا للسلطه امتى؟ هتدخل في مشكله اكبر. لا الله يكون في عون الموظفين اليمنيين، يعني مش عارف المرحله الجايه هتعملوا فيهم ايه؟ هتمثلوا بجثتهم؟ اصل القادم ما بيهزرش، كله خوازيق احدث طراز ما شاء الله. بص بقول لكم ايه، احنا محتاجين حد فعلا يشرح لنا المدونه دي كويس. بقول لك ايه، مش دي المدونه؟ فاكس يا عم المدونه اهي، نلغيها عادي يعني، طز، هي مش قرآن يعني. من هي مرجعيتها؟ على ماذا اعتمدت استندتم؟ هذه المدونة على مجموعة من المرتكزات والمرجعيات. من أهم المرتكزات الذي ارتكزت عليها خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والقرآن الكريم.
والأحاديث النبوية. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا جماعة، معرفش إن المدونة فيها كتاب دين. طب هي كلها 100% صحيحة ولا فيها بنود ضعيفة أو مكذوبة؟ ويا ترى كده اكتملت ولا بقى لها بنود لسه هتنزل من السماء؟ لا، طالما طلعت معتمد على الأحاديث والقرآن يبقى لازم الموظف يقبل بيها طبعا. ولا عايز تضحك بقى يا موظف وتكفر بالمدونة؟ ما أصل مش هتتبهدل الدنيا وآخرة كمان. بص بقول لك إيه، تعال، شايف ده أصلا موظف يمني اعترض على المدونة اتسخط يا عيني. انتوا فاكرين ده مين؟ ما هو ده يا عيني الحكومه زنقت الموظف. مش بتقبض؟ لما تشتكي هنعمل لك مدونه تمنعك من الشكوى، حتى بينه وبين نفسه ما ينفعش يعترض. ليه؟ اصل المدونه فيها كتاب دين. وبعدين انا عايز اقول حاجه، لو المسؤول فعلا هياخد بالقران والاحاديث هيعرف ان الراعي مسؤول فعلا عن رعيته، ومش هيتاخر عن الرواتب والمرتبات ولا هيلغي تامينات اجتماعيه او يستولى على فلوسها زي ما حصل قبل كده. انا نفسي اعرف بس يعني ايه ذنب المواطن وسط كل ده؟ المواطن اليمني واقف جنب بلده من زمان وساكت، بس يعني مش لدرجه ان تمنع عنه المرتبات كمان. فين دور الدوله من اللي بيحصل ده؟ نحن الآن في عملية سياسية في إطار الضغط على المجتمع الدولي من أجل تثبيت موضوع المرتبات، ولذلك رفضنا تمديد الهدنة. الجمهورية اليمنية وقيادتها بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي همها الأساس والموظف والمواطن. نحن عطلنا كل العمل السياسي من أجل مرتب الموظف اليمني، وضربنا لموضوع السفينة اللي دخلت إلى الضبة كلها من أجل مرتب الموظف اليمني. ونسيت اهم حاجه، وقفنا مرتب الموظف اليمني عشان خاطر مرتب الموظف اليمني. هو احنا ضربنا سفينه النفط عشان خاطرك، بس لقينا المرتبات ضربت مننا من غير ما نقصد. السفينه اللي ضربناها ديت ملهاش لازمه، يعني ما كانتش محمله برواتب الموظفين. يعني عايز ايه تاني؟ صدقني مفيش حرب خضناها الا عشان خاطرك. حرب صعده الاولى كانت عشان خاطر المواطن اليمني، حرب صعده الثانيه عشان خاطر رواتب الموظف اليمني، حرب صعده الثالثه، بص من حرب الصعده الاولى للثالثه للخامسه للسادسه كانت عشان خاطر المواطن اليمني. ايه ده؟ هو ايه كميه الحروب دي؟ ده اجزاء فاست اند فيريوس كانت اقل من كده. طب اوكي، بعد ما حاربت كل الحروب دي كلها فين برضه مرتبات المواطن اليمني؟ في ظل غياب المرتب. قالها كده في وسط الكلام عادي، كأن الطبيعي يبقى فيه غياب للمرتبات. بيتكلم عن المرتبات كأنها سحابه معديه، اللي هو في الجو النهارده مشمس، رطوبه قليله، في درجه حراره 21، في ظل غياب تام للمرتبات. مش ماشيه خالص يا معلم. ينفع نقول فحسه في ظل غياب اللحمه؟ ما تظبطش. طب يا جماعه، مش جايز المدونه ديت مش شامله كل الموظفين؟ يمكن مثلا القطاع الحكومي بس والخاص لا، والموظفين عندهم حلول بس يعني هم اللي منشفين دماغهم؟ او يمكن مثلا بنتكلم عن وظيفه معينه او سن وظيفي معين؟ لا، عندنا وزير الشؤون القانونيه في اليمن يوضح لنا الكلام ده. من هو الموظف المقصود هنا؟ هل هو الموظف المسجل رسميا أو المثبت لدى الخدمة المدنية، أم تنطبق أيضا على المتعاقد والمتعاون في هذه المؤسسات العامة؟ ما دام هو بيؤدي الوظيفة ويحصل على مقابل، حتى وإن لم يحصل على مقابل، المهم إنه من موظف الدولة. بص، طالما بصمت الصبح تبقى معانا خلاص. لو عديت كده من قدام الشركه هنقفشك معانا. احنا اصلا موظفين واحد كده فوق سطوح الشركه بصناره، اللي بيعدي من قدامها بنصطاده. بتقبض ما بتقبضش، اصل دي ارزاق، انما كلنا سواسيه في الاخر قدام القانون ولازم تمضي على المدونه. حتى وإن لم يحصل على مقابل هنشغلك بالسخره وهنطبق عليك المدونه. فين يا عم، فين يا عم العبيد الجميله؟ كان يشتغل 24 ساعه كده مقابل وجبه وسرير. الحاجه بركتها قلت فعلا والله. فهي يعني لما الحكومه تميل عليك شويه اعتبرها زي امك يا جدع. انت لما بتنزل تجيب حاجه للوالده بتاخد منها فلوس، اعتبر الحكومه مستلفه منك مجهودك وصحتك وطاقتك البدنيه والعصبيه. فهي يعني حتى لو ما قبضتش هتعتبرك عندها احسن من اللي هيقبض. لا، الحكومه مش بتحابي. عندنا في بلادنا العربيه الحكومه ولاد بتحابي. طالما لسه فيك الروح يبقى المدونه هتطبق عليك، ما فيهاش كلام. عارف مدام ابتسام اللي في الحسابات كانت حامل وولدت، هي وابنها تطبق عليها المدونه. مش بتاخد مقابل والواد في بطنها يبقى يطبق عليهم هما الاثنين. فيها سياده الوزير، ده لو مربي قطه هعملها احسن من كده. العالم كله بيشتكي من غلاء اسعار ومحروقات، تيجوا انتوا كمان تمنعوا عنه المرتب؟ ما انت كده يا جماعه بتوجه ضعاف النفوس من الموظفين، ما بقاش عندهم لا امانه ولا مسؤوليه ولا اخلاق ولا دوام، طول ما انت مش بتديله راتبه ولا حقوقه. البعض بقى يقول كيف تلزمون الموظف بالأمانة والمسؤولية والأخلاق والدوام وما اديتوش راتبه؟ هذه جبهة وهذه مقاومة. إن المسؤولية حقوق وواجبات، ولكن لا يمكن أن نوقف مؤسسات الدولة، ما يكون تضيع الطاسة، ما حد يدري هذا من هذا، انسر هذا انجى هذا، لا. ولكن هل نوقف عمل الدولة ومؤسسات الدولة؟ المقاتل في الجبهة أيضا راتبه مقطوع مثلك، وناس استشهد ما قالش أين الراتب حقه. ينقصنا الرغبة، الإرادة، حب العمل، حب الوطن. راتب الموظف ومقدرات الشعب كلها عند دول العدوان منهوبة. يا حبيبي يلا طيران عند دول العدوان حقك. ايه عايز حوافز؟ عند الاستعمار تاني مكتب يمين. الجت؟ لا استنى، الجت عندي تحت هنا. استنى اشوف.
اصل قبل كده كنت تروح تسال على الراتب، المحاسب يقول لك اسمك مش موجود، روح للاتش ار يحطوك في الكشف، راتبك ما نزلش كلم البنك، بعد كده يقول لك راتبك منهوب كلم محكمه العدل الدوليه، وروح حارب بقى ورجع حقك. ايه استشهاد؟ وناس استشهد ما قالش اين الراتب حقي. تفتكر ليه؟ ليه بجد الشهيد ما بيطالبش بالراتب بتاعه؟ ولا انتوا فصلتوه عشان بيغيب عن العمل؟ ولكن لا يمكن ان نوقف مؤسسات الدوله. ما بص، ممكن نوقف حياتك، نوقف في زورك، لكن نوقف مؤسسات الدوله ليه ان شاء الله؟ احنا مش وطنيين ولا ايه؟ هو احلى حاجه في الليله دي كلها ان المذيع ده مش خسران حاجه كده، هو قاعد بينظر على الناس، قاعد يابا على الكنبه وسط خدادياته ولا فارق معاه. بالنسبه للموظفين اللي بيسالوا عن فايده المدونه ديت، بص يا موظف يا يمني وانت رايح كده تشتري اي حاجه خد معاك المدونه ادفع بيها، فواتير بقى الكهرباء والميه والبترول ادفعها بالمدونه برضه ما يهمكش، اي حد يعترض بلغ عنه، قول له بقول لك ايه دي مستند على القرآن الكريم. قال لك عادي يا عم هات فلوسي ربنا بيغفر، قول له طب وده؟ خطابات السيد القائد. يا يمن تقدر تعترض؟